شوف عليكم، مرحبا بكم، نهاركم زين. اليوم جيتكم بطريقة تحضير الصابلي بالزيت والزبدة. نعطيكم الكمية اللي قطعها لكم مع طريقة التحضير، تابعونا في التفاصيل. بسم الله. نحتاجو 125 غرام زبدة، معاهم نفس الكيلة تاع زيت، زايدة شوية الكيلة تاع الزيت، معاهم 2 حبات بيض، ملعقة كبيرة مايزينا نشا، كيس مش معمر ياسر سكر جلاسي. نخلطهم كامل، ندخل المكونات في بعض، نضيف الفارينة تدريجيا. هنا هذه المكونات تحضر لك 35 حبة ولا 30 حبة بالطابع الكبير، أو 35 حبة بالطابع الصغير ولا المتوسط. صابلي 35 حبة متلاصقين، يعني تحبي تضاعفي الكمية تضاعفي. هنا كي تلم العجينة ونتحصلوا على عجينة ما هي يابسة ما هي طرية، نحطوا ساشي فوق لاطابل تاعنا باه ما يلصقش لنا الصابلي. نحلوا العجينة تاعنا ونجيبوا الطابع اللي تخيريه انتي تقطعي به الصابلي، نحطوه يطيب على نار هاديه من تحت ويحمر لنا شويه من الفوق. نلصقوه بالكونفيتير ولا بكريمه الزبده. ومن بعد انا زينته تزيين سامبل خلاص، سكر جلاسي. تكوني هنا وضعتي ورقه تاع كراس، وتكوني حطيتي شويه زهر مع شويه كونفيتير، خلطتيهم لين يولي خفيف خلاه. تدهني نصف حبه صابلي من فوق دهنه خفيفه خلاه، تديري ورقه الكراس على نص الصابلي اللي راح تديريه بالسكر جلاسي. تجيبي صفايه تاعك وتحطي سكر جلاسي، وهكا يكون حضر. ما بقى لي غير نقول لكم بون ابيتي وسلام.